أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر يوم الجمعة ترشيح أمينها الوطني الأول يوسف أوشيش لخوض انتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر. وقال أوشيش في كلمة ألقاها في ختام أعمال المؤتمر الاستثنائي للحزب بعد ترشيحه أن قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم يكن سهلا على الإطلاق، وتم اتخاذه بعد نقاش طويل وتحليل موضوعي وواقعي للوضع. وأضاف أن قرار مشاركة الحزب كان خيارا سياسيا واستراتيجيا تمليه ضرورات ومتطلبات تتعلق بالبلد ووحدته وتماسكه، مشيرا إلى أنه ينطلق وبقناعة راسخة نحو استعادة الفضاءات الديمقراطية والتطلع القوي إلى إعادة الحزب إلى طليعة المشهد السياسي الوطني. وتابع أوشيش أن هذا المسار سيجعل من الحزب قوى سياسية ذات وزن من أجل التعبئة والتأثير في القرارات السياسية للبلاد في المستقبل القريب، لافتا إلى أن الانسحاب اليوم يعني التخلي عن النضال.